بسم الله الرحمن الرحيم وحلقه جديده ستوب اللعب. معاكم عبد الغني وبدا. النهارده الكلاسيكو الثاني يا كابتن بدا في 3 ايام. اتفضحنا المره اللي فاتت، ربنا يستر المره دي يا كابتن بدا. وشكلنا نتفضح النهارده برضو. يعني ربنا يستر. المهم النهارده احنا هنتفرج على الماتش مع الشباب برضو، وهنعمل حلقه رد فعل وفيها في النص كده تحليل الماتش. نروح بقى نتفرج على الشوط الاول ونرجع نقول لكم ايه اللي هيحصل. السلام عليكم. حلو قوي. مش فاهم هو ازاي بدأ بسيرجيو روبرتو مكان سيلر. شفت يا ماشي انت وقفت ليه؟ عشان بدأ منين؟ هو الباص بص المتحلل دخل معاه. ما تطلعهاش يلا. والله يا جرالي يابا.
ايه ده؟ ايه بقى دي ايه لازمه التقليد؟ ما انت خدت الكوره. يا ايه اديله يالا يا راموس يالا روسيه يالا اديله يالا يقول لك يا ابتدى الشوط الاول يا جماعه وزي ما احنا عارفين وزي ما احنا شفنا في الماتش اللي قبل كده برضو ريال مدريد مفيش اي جديد. الماتش اللي فات كان ريال مدريد هي بتنزل تدافع بس كانت ماسكه نص الملعب. الماتش ده توني كروس وكازيميرو علامه استفهام يا كابتن. يعني انا مش عارف هو في ايه اللي بيحصل. المنظر اللي انتوا شفتوه الشوط الاول ده انا صراحه مش قادر استوعب. لا في فرص بتتخلق ولا في هجمات معموله. نص الملعب بدنيا واقع فشخ. الدفاع نفس الكلام يا كابتن بيدا. راموس وفاران بيتلعب وراهم كرات من العمق كتير جدا. كارفاخال اللي بقى سايب مساحات وراه زي يعني معرفش هو يعني بقى بيقلد مارسيلو ولا ايه الله اعلم. انا مش عارف ايه اللي بيحصل. مفاتيح لعبك مقفوله تماما. كاسيميرو زي ما انت بتقول كده يعني ارتداده الهجومي والدفاعي ضعيف جدا. توني كروس مش عارف يعمل حاجه. مودريتش الوحيد اللي فايق في الفرقه وهو اللي بيحاول يحفرك. بيل يعني انا مش عارف اقول ايه صراحه. يعني هو بس هو كمال العدد. يعني هو برشلونه لعبتها صح. وبرشلونه نزلت بتلعب على الواقف، بتلعب على كل اللعب من عند ديمبلي علشان كارفاخال بيضم في القلب والارتداده الدفاعي ضعيف جدا. وفي نفس الوقت مقفله اللعب على فينيسيوس جونيور والناحيه الشمال. فينيسيوس جونيور اول ما بيمسك الكوره بتلاقي 3 بيخش عليه. وشايفين ان طبعا بيل مش موجود. يعني انا شايف لو كان فاسكيز نزل كان هيبقى فيه ادوار هجوميه اكتر من كده. يعني هو تشكيله غريبه. يعني هو صراحه احنا لو هنتكلم عن التشكيله في الاول كده فانت بتلعب بنفس اللعيبه الاساسيه اللي انت يعني هالكهم بقالك كذا ماتش. يعني خط الدفاع ونص الملعب زي نفس التشكيله. خط الهجوم انت ما عملتش حاجه غير ان انت نزلت واحد عالي على الفرقه اللي هو جاريث بيل. ما فيش اي اضافه عملها. حتى الكره الثابته اللي جات لك في اول دقيقه على خصوص 18 دي يعني دي كانت ممكن تقلب الماتش تماما لو كانت دي دخلت جول الكابتن بيدا. الزياده الهجوميه من ناحيه الشمال ومن ناحيه اليمين زي ما هم بيقول كده مقفوله تماما على جونيور. الولد نفسه حتى خلاص ما فيش نفس. انت بتلعب بكلاسيكو الولد تعب. يعني ماتشين كلاسيكو في 3 ايام. الله اعلم كان ليه ما بداش باسينسيو مثلا من البدايه. فين سيبايوس من البدايه واسكو من الاول يا كابتن. فين ماريانو يا كابتن. يعني ما اعرفش حتى يعني عدم وجوده على الدكه دي برضو امر غريب. يعني انا مش عارف ايه اللي بيحصل. الشوط الثاني ايه اللي هيحصل الله اعلم. برشلونه لعبت ماتش زي ما احنا بنقول كده. يعني هم لعبوا على الواقف. هم بيلعبوا على الواقف وبيلعبوا وحتى اختراقات من العمق بالظبط. مقفل الدنيا كويس في نص ملعبه. سيرجيو بوسكيتس واسمه ايه ده وراكيتيتش عارفين يعملوا اداء دفاعي كويس. وراكيتيتش واورثر برضو يعني التبادل في الادوار الهجوميه عالي جدا. من ناحيه الاستحواذ ناحيه الشمال سواء كان ارثر بيرمي ناحيه الشمال مع ديمبلي على اساس ان هو يساعد في الزياده الهجوميه على كارفاخال. كنا بنشوف الماتش اللي فات ان فاسكيز كان بيرجع يدافع ويساعد في الناحيه دي. دلوقتي بيل اصلا ما بقاش في حاجه. بيل يا اما مرمي في نص الملعب يا اما اصلا مش عارف بيعمل ايه. الهجمات المرتده اللي مدريد بتعملها زي الزفت ما لهاش اي 3 لازمه. ما اعرفش. برشلونه صراحه يعني شوط اول اداء ضعيف لكن ميسي كان عارف يدير نص الملعب كويس جدا. بالزبط. كان عارف يخلي لعيبه نص الملعب بتاعتك مودريتش ولا توني كروس تايهين ان هم يدافعوا اكتر من ان هم يعملوا هجمات. علشان هو ميسي لما بيمسك الكوره بيعرف يوزع الكوره سريعا وكنتروله على الكوره بياخد معاه 3 4 لعيبه. بس خلاص هي الفكره ان انت هربت بكوره واحده. راكيتيتش الناس كلها اتغفلت كله راح مع ميسي وساب راكيتيتش. راموس نفس الفكره برضه يا كابتن بدر احنا بنتكلم فيها. انت ساعات بتروح بتقبل بسرعه جدا على كوره ميته ملهاش اي 3 لازمه بتخلق في ظهرك مساحه برضه ملهاش لازمه وفاران ما بيلحقش يغطي. فخلاص انت بقيت بتعمل انت مان تو مان بتاعتك دي ضعيفه. لا واللي قبل الجون كمان نفس الكوره حصلت بس هي طلعت بره وفاران كان هيدخلها في نفسه بالظبط. فيعني الله اعلم شو هيحصل الشوط الثاني. وبرضه حطها لوب. يعني انا مش فاهم الكوره دي اتكررت 3 كور. اول كوره من ميسي وضاعت. تاني كوره من راكيتيتش وجات جون. وتالت كوره من سواريز وبرده ما جاتش جون. يعني هي نفس الكوره. مش عارف. المهم هنروح نشوف الشوط الثاني كده وربنا يستر.
اهو يعني هم دلوقتي الماتش اللي فات برشلونه عدت الرقم 95 فوز 45 فوز. زيدان اللي وزع في القائمة الثانية وإلى كورة. إذا الحكم هذه المرة رسميا خلص الماتش خلاص والفرق بقى 12 نقطة، ومع السلامة الدوري، مع السلامة الكاس، مش بيبقى لك غير دوري ابطال اوروبا خلاص كده. لا خلاص، ما يعني انا مش عارف اهدي يا منار، اهدي يا منار. اللي اتكلمنا فيه الحلقة اللي فاتت نفس السيناريو اللي بيحصل. يعني حتى انت الحلقة اللي فاتت ماتش كان الفرقة بتلعب احسن من كده. انت الفرقة نازلة ما فيهاش رغبة، ما فيش رغبة ان انت تكسب، ما فيش اي اداء، ما فيش اي خرا. يعني انا مش عارف في ايه بجد والله. معلش يا جماعه على الالفاظ الزباله اللي هو بيقولها دي. يعني حتى التغييرات اللي انت عملتها سولاري ما فيش. لا فالفيردي عمل حاجه، ولا اسكو عمل حاجه، ولا اسينسيو عمل حاجه. برشلونه يعني هم صراحه عرفوا يعملوا اللي هم عايزينه كويس جدا. يعني مش عايزين بس نتكلم على مدريد عشان الناس بس ما تقولش ان احنا بنطنش برشلونه والكلام ده كله. لا هم صراحه بداوا الماتش من الاول صح، تشكيلته كانت صح، تغييراته كانت كويسه جدا. اضحك بس، ما مش مشكله، ماشي مش مشكله يعني. اقول ايه طيب؟ نضحك بقى ان شاء الله تطلع الصوره حلوه. تطلع الصوره حلوه. كمل. برشلونه يا جماعه زي ما احنا قلنا، هو جاب الجون وبعد كده لعب الماتش زي ما هو عايز. هو مقفل وعارف ان كده مش يعني ريال مدريد مش هتعرف تعمل حاجه، علشان ما عندهوش اللي بيخلص، ما عندوش رونالدو من الاخر اللي بيخلص. تمام. وبيلعب ان خلاص بيلعب على هجمه المرتده، وبيلعب ان ميسي هو اللي بيوزع الكوره وبيعرف يجيب الاجوان على طول. بس التشكيله من البدايه اصلا كانت زي الزفت. لا واحنا برضو يعني الشوط الثاني احنا قلنا بقى ريال مدريد هتنزل بتهاجم. يعني بس ما فيش، انت برضو هي يا جماعه نفس الفكره. هي انت بتلعب عن طريق الناحيه الشمال، عن طريق فينيسيوس جونيور، والراجل اتمسك، وبنزيما بيطلع يستلم من بره ال 18. هو بنزيما طول الماتش بره ال 18 بالظبط. يعني هو انا مش عارف زين الدين زيدان اللي فاكر نفسه زين الدين زيدان ده بيعمل ايه بره ال 18 طول الماتش، انا ما اعرفش. اهدي يا منار. طب ما يعني والناحيه اليمين ميته، وكل كوره بترفعها من الناحيه الشمال مفيش حد بيقابلها غير المدافعين بتوع برشلونه. وكارفاخال هو حد مسلطه ان هو يلعب على الارض بس، كله اوفراته على الارض بس. يعني انا ما اعرفش. انت عندك بيكيه ولونجليه وسيرجيو روبرتو، الثلاثه بيعرفوا يجيبوا الكوره بالظبط. طب وبعدين حل من بره ال 18 ان انت تشوط، ده تقريبا مش موجود غير الكوره من الله يخرب بيت امه، والتاني كاسيميرو. انا ما اصل اقول ايه والله بجد، اصل اقول ايه؟ خلاص انت كده اتفضحت. كده برشلونه بتعديك في العدد الفوز التاريخي على يعني مدار التاريخ ما بين الفرقتين، 96 مكسب ل 95 لمدريد. الدوري بقى 12 نقطه الفرق مع السلامه. الدوري راح كده. يعني الفرقه مجهده جدا. هتعمل ايه في اليوم الثلاث ولا يوم الاربعاء؟ عندك تشامبيونز ليج مع اياكس، ماتشين ورا بعض الكلاسيكو بتخسرهم على ارضك، وماتش جاي جديد في التشامبيونز ليج على ارضك لو خسرته. طب هو بعدين دي فضيحه. هو يعني ما هي الفضيحه خلاص خلصت، ما هي اتعملت يعني، احنا اتحط علينا بكل حاجه وخلاص. لا في مهاجم ولا في صانع لعب، ونص ملعب ميت. يعني هو ده ملخص الماتش كله فعلا. الماتش حتى يعني ما فيهوش فرص كتير، ولا فيه هجمات كتير، ولا حد صد كوره هنا ولا كوره هنا. كان ماتش ممل جدا. هو كان ماتش ممل فعلا يعني. بس في الاول وفي الاخر مبروك لبرشلونه الدوري. مبروك. ربنا يستر على احنا علينا مع شويه العيال بتوع اياكس دول، والله اعلم ايه اللي هيحصل فيها. ومستنيين الكومنتس بقى بتاعتكم، وتعملوا سبسكرايب اللي هو الاشتراك يعني، وتفعلوا الجرس لايك للحلقه لو عجبتكم، وشير بقى والكلام ده كله. تصبحوا على خير.